ودخلت 2019 وعشنا بيها هدوء سياسي، بس كان الهدوء اللي يسبق العاصفة، عاصفة تشرين. هذا يا غصون كان واحد من أهم وأقوى وأكبر الأحداث اللي صارت بالعراق بعد 2003، وهاي أول مرة من 100 سنة على الأقل يطلع بها الشعب العراقي بهذا العدد بدون تحريك من سياسيين ومن جميع الفئات، ويستمرون هاي الفترة الطويلة كلها حتى يطالبون بشيء واحد، وطن يعيشون به. ورا أشهر كاملة من القمع للناس استقال عادل زوية، ولحد الآن اللي جابوه يبكون عليه بعدهم. بس شوية خف البكي من جابوا السوداني بعدين، بس راح نجي فد شوية. وانتهت 2019 باستقالة عادل؟ انتهت، وبدأت 2020 بحدث ما حد متوقع ممكن يصير أبد، حادثة المطار اللي أعادت ترتيب المواقف ووزعت الأدوار من جديد، لأن هواي أشياء تغيرت وراء هاي الحادثة. مشينا ب 2020 وبهاي